السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم فيديو جديد ان شاء الله كله طاقه ايجابيه وغادي يعجبكم بزاف. اليوم غادي نشارك معكم واحد المليويات اللي كيوجدوا دغيا وكميه اللي هي كثيره وسهلين في التوجد، وغادي نوجد واحد المسمنات ديال الزيتون اللي كيجيو رائعين بزاف. تيقوني الا تبعتوا الفيديو وشفتوا الطريقه غتعجبكم بزاف. ساهلين بدون مجهود. كاين اللي كيبقى يخمم على الغايف عجن نقرص. هاد الطريقه سهله بزاف. وواحد البسبوسه ما نقول لكمش، حتى هي المقادير بسيطه موجوده عندنا في الدار وطريقه سهله بزاف. باش ما نطولش عليكم ندوزو باش نشوفوا المقادير. انتم البسبوسه كيفاش دايره، راها كتحمق بواحد السقوه اللي هي رائعه بزاف. ما تنساوش تكملوا الفيديو، الاشتراك والبارطاج. بالنسبه للمقادير، هنا غادي ناخذ هذا المول اللي انايا دهنته بالزبده. صافي غادي ندهن المول بالزبده مزيان وغادي نرش بالكوك تيتلبس ليا مزيان فوق هذيك الزبده، ومن بعد غادي ندخلو الثلاجه باش يتثبت ليا مزيان. غادي نبدا دابا ناخذ باش كيف ما شفتوا راه كنعمرو مزيان بالكوك، حيت كيعطي واحد التحميره البسبوسه زوينه والمذاق يا سلام. وبالنسبه للمقادير غادي ناخذ واحد 3 البيضات يكونوا متوسطين ويكونوا بالحراره ديال الكوزينه او بحراره المطبخ. ومن بعد غادي نضيف عليه كاس ديال السكر. ما غاديش نكثر السكر على وداش حيت غادي نسقيها بالسقوه، غتكون حتى هي بالسيرو يكون فيه السكر حلو. ما كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. عندي كاس السكر كيف ما قلت لكم، واحد فانيا، من طبيعه الحال قريصه الملح، نص كاس ديال الكوك، و كاس الزيت، واحد دانون ديال فاني، وقشور ديال الحامضه. صافي غادي ناخذ هذا الشيء وغادي نطرب مزيان. هنا فاني عدستها، غادي نخلط الخليط ديالي غير بالفوي بلا ما نديرو طراب، غير بيدينا. المهم نخلط الخليط مزيان. من بعد غادي ناخذ كاس ديال الحليب وغادي ندير 2 كيسان ديال السميده رقيقه، اللي تكون ديك السميده الصفراء ماشي السميده البيضاء، ديك السميده اللي كنديروا بها البغرير. صافي من بعد ما ندير 2 كيسان غادي نزيد واحد نص كاس ديال الطحين الرطب حتى هو يكون ديال الحلويات، وغادي نضيف 2 خمارات. صافي ونخلط الخليط ديالي. غادي يبان لكم الخليط بقى مطلوق شويه، راه ماشي مشكل. غادي نخليوه واحد ربع ساعه. البسبوسه ديالنا بحال كتخمر وكتزيد تشرب هذيك السميده باش كتعطينا نتيجه زوينه. البسبوسه كتجي مفرزه من الداخل، كتجي الحبه على اختها. صافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نخليها على جنب واحد ربع ساعه ومن بعد عاد غادي نخويها في المول ديالها. هنا من بعد ما ارتاحت ليا ربع ساعه انتوما كتشوفوا، هنا غندخلها للفران. انا ديجا سخنته. من ناحيه الفران ما نقدرش نقول لكم حيت كلها والطياب ديال الفران ديالو. هنا من بعد ما طابت ليا عطيتها ثلث ساعه ديال الطياب. عندي السقوه اولا السيرو اللي غادي نسقي به، عندي نص كاس ديال السكر، كاس ديال الماء، وجوج طرونش ديال الحامض، وواحد فانيا كيتعطي فيها واحد المذاق رائع بزاف. هنا غادي نحطها في هذا المول في هذا الطبيصيل ديال التقديم، وغادي ندهنها بالعسل ونرشها بالكوك اللي انا ديجا محمراه. ما نقول لكمش هاد البسبوسه كتجي مذاق رائع بزاف وسهله. اي وحده اللي ما عمرها جربتها غديرها بهذه الطريقه غتنجح معاها 100%، وكتجي رطبه وهشيشه. نتوما كتشوفوا انا كنقطع فيها وهي اسفنجيه يعني بحال البونج. انتوما راها كتجي رائعه بزاف بنينه، وجربوها وعلى حسابي وردوا ليا في التعاليق كي جاتكم.
صافي هنا غادي ندوز باش غادي نحضر معكم العجينه ديال المسمن. بالنسبه للعجينه ديال المسمن عندي 2 زلايف ديال الطحين الرطب، وزلافه ديال الطحين سبيسيال، واحد المعلقه عامره مزيان ديال السكر، واحد نص خماره اللي هي ضروريه، وقريصه ديال الملحه، يعني الملح القياس. غادي نجمعها بالماء دافي وغادي ندلكها من طبيعه الحال، غادي ندلكها شويه نجمعها مزيان. ومن بعد مني غادي نديها ونجيبها واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. غادي نديرها في بلاستيكه، غندير عليها واحد شويه زويته بلديه في البلاستيكه، وغادي نخليها تزيد تدلك راسها براسها. النتيجه ديال البلاستيكه كتعطيك نتيجه زوينه ديال العجينه، كتجي مطلوقه، كتجي تدلك راسها براسها، وكتجي العجينه مطلوقه وسهله كتجيك في الخدمه، والنتيجه كتعطيها زوينه بزاف. هنا من بعد ما ارتحت لي العجينه، انا راه خليتها شي ساعه ونص ولا مع ساعتين. هانتوما كي كتولي بحال المسكه كتجي تولي رطبه بزاف. صافي انا غادي نبدا نشكل القياس اللي انا غادي نخدم به. من بعد ما غادي نشكلهم غنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، ومن بعد عاد نبدا نقرص فيهم. هنا عندي الزيتون اللي انا شاده غاسله مزيان ومسقطراه منشفاه وطحناه مع الزعتر. هنا باش غادي ندير في المسمن ديالي. صافي من بعد ما قرصت غادي ندير الزبده. راه القطه مشات ليا الزبده وشويه ديال الطحين فينو اللي انا مخلطاه مع نص خماره اللي بقات ليا، وغادي ندير فوق منه الزيتون، وغادي نلويها على هذا الشكل هذا رغيفه عاديه. من بعد غادي نبسط واحده اخرى. هنا غادي ندير وحده في قلب وحده، غادي ندهنها بالزبده ونرش عليها شويه الفينو اللي انا مخلطه معاه نص الخماره اللي بقات لي على ديال العجينه، وغادي نقرصها بهذه الطريقه هكا كيف ما كتشوفوا. وتكون العجينه مرقه مزيان، يعني تيبان سطح العمل باش كتعجين تعطينا ديك التوريقه وديك كتعطينا بزاف ديك التشلتيته ديالها. صافي غنبقى على هاد العمليه حتى نسالي كلشي. هنا غادي ندوز غادي نصايب واحد المليويات الصغار. هنا الطريقه غادي ندير وحده في قلب وحده، غادي ندهن بالزبده، غادي نرش بالطحين اللي هو الفينو والخماره نفس الخلطه. الزبده انا ما كندوبهاش، كنخليها بحال هكا، ولكن كنخليها تبقى بالحراره ديال المطبخ. صافي هنا غندير وحده في وحده وغنخليها حتى ترتاح، وغادي نبقى حتى نسالي الكريسات اللي عندي كاملين. غادي ندير وحده فوق وحده باش كتعطيني ديك التوريقه زوينه، وكتجيني كميه كثيره ديال بلا قرصي كل وحده بوحدها. طريقه سهله وكنديرها معتمده عندي انا ملي كيكون عندي شي كوموند عند كلياناتي، كندير هاد الخدمه باش كتسهل عليا. هنا من بعد ما سالت ليا ما ساليت ارتاحوا لي هاد الكريسات، كنبدا نبسط فيهم. هانتوما كي كتشوفوا هنا راه دهنت بالزبده، راه ما عرفتش علاش كتمشي ليا اللقطه، انا واقيلا دغيا كنقطع الكاميرا. دهنت بالزبده ورشيت بالطحين فينو، وكنلوي بهاد الطريقه هذه، ما كنقرصها ما كنزيرهاش بزاف. صافي من بعد ما كنلويها كندير لها بحال هكا، وكناخذ واحد الموس اللي يكون شويه ماضي، وكنبدا نقطع هكا كل وحده كتخرج ليا 4 الوحدات، كل قريصه كتخرج ليا 4. وانا راه درت تبارك الله كميه، لان عندي كوموند ديال واحد الاخت ودغيا وجدتها ليها دغيا. هنا عندي شي ساعتين وجدت هذوك المسمنات ما بين التقريصه والطياب. كتعجني العجينه وتخليها ترتاح على اتساع، واما ملي كتبداي تقرصي راها سهله مهله. لا درتي هاد الطريقه كتغلبي على العجينه ديالك. وفي الطياب راه كي كتاخدي مقيله اللي هي كبيره وكتبداي ديري 3 4 راه دغيا كتوجديهم بالخف. هانتوما الطريقه اللي كندير دابا هادو صغيورين. من بعد ما كنسالي كيرتاحوا كنبدا نقرص جوج بجوج دقه وحده، وكنديرهم في المقله عندي كبيره كتهز ليا حتى ل5 الوحدات. صافي باش كنتغلب على القضيه. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يخدموا على ريوسهم ولا باغيين يديروا حتى هما هذا المشروع هذا، بصراحه راه كيعيشك الحمد لله.
صافي هذه هي الطريقه باش كنخدموا، كيجيو محلولين ومفشفشين ومرقين. هانتوما كيف ما وريتكم دابا هي فوق المقله كيجيو رائعين بزاف، واعرين الصراحه. كيجيو والله العظيم الا كيجيو كيحمقوا، ما كاينش اللي كياخذهم عندي اولا اللي كيجي عندي للدار كياكلهم عندي وما كيشكرهمش. اما هادو ديال الزيتون راه يا سلام. وهنا شكل نهائي ديالهم. هانتوما كيجاو لا ديال الزيتون لا هادو المليويات الصغيورين كيجيو حلوين حتى في الحطه في الطبيصيل. والبسبوسه ما نقول لكمش كي جات تبارك الله مذهبه. هذيك راه كتبان لكم في هذيك البيضه، ديك راه ديك السقوه اللي انا باش السيرو اللي انا سقيت به المذاق ما نقول لكمش كي داير. اما هادو ديال الزيتون والله العظيم لا كيحمقوا عليهم كليانات ديالي. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا، ونتمنى وتخليوا لي تعاليق في الفيديو. وشكرا لكم المتابعه. ما تنساوش اللايكات والبارطاج باش الفيديو يشوفوا اكبر عدد ويزيد يكبر ليا الكونت ديالي ويشوفوا الناس واللي معروفه عند الناس. شكرا لكم ونتمنى هاد الحلقه تعجبكم، اولا هاد الفكره اللي عطيتكم تعجبكم. تيقوني الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. غادي نقول لكم مع السلامه، ومن هاد الفيديو الجاي نتلاقاو في احسن حال.